الكثير من المسلمين لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله جل وعلا وحده. وشروطها 8: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة والكفر بما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله عظيمة يا إخواني، من أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأراضين، هي كلمة التقوى وأعظم أركان الدين، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. من أجل هذه الكلمة يا إخواني خلق الله الخلق، وأنزل الله الكتب، وأرسل الله الرسل، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. فاحرصوا عليها وتعلموها وعلموها أبنائكم وبناتكم يا أخواني. أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامي وكلامكم من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة وأن يميتنا عليها.